في غزوة بدر جاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه وله 4 من الأولاد يجاهدون في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفع بأبنائه 4 إلى الموت، إلى هذه من اللذات. دفع هؤلاء 4 إلى الموت، لكن على ماذا؟ الموت في سبيل الله، الموت لرفع راية الإسلام، الموت للدفاع عن دين الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموت وأنت تقاتل أعداء الله، الموت وأنت تقاتل المشركين والكفار. 4 من الأولاد لعمر رضي الله عنه، عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وكان عمرو رضي الله عنه رجل أعرج، والأعرج معذور في الجهاد في سبيل الله، ليس الأعرج حرج. فعندما سمع منادي الجهاد، عندما سمع صيحة الجهاد في غزوة بدر، يا خيل الله اركبي، سمع منادي الجهاد، حي على الجهاد، حي على المقاتلة، على مقاتلة الأعداء، حي على نصرة دين الله. أعرج جاء إلى أبنائه فاعترض له أبناؤه: يا أبانا أنت رجل أعرج كما ترى، وقد أعذرك الله تبارك وتعالى عن الجهاد. فبكى رضي الله عنه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله، وأولادي منعوني عن الجهاد. فقال: وهو ذاك يا عمرو، أنت رجل أعرج، قد أعذرك الله وعفاك الله عن الجهاد. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. أين الأصحاء؟ أين الأقوياء من الجهاد في سبيل الله؟ أين هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل من الأموال والبسط في الرزق والجسم؟ أين هؤلاء من الجهاد في سبيل الله؟ أين هؤلاء من نصرة دين الله؟ أين هؤلاء من نصرة المستضعفين والمؤمنين؟ يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فالتفت إلى أولاده فقال: لا تمنعوه، لا تمنعوه، يريد الجهاد، لا تمنعوه، يريد أن يقتل في سبيل الله، لا تمنعوه. فتقدم رضي الله عنه فقتل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله لأنظر إلى عمرو يمشي بقدمه صحيحة في الجنة، إني لأنظر إلى عمرو يمشي على قدمه صحيحة في الجنة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا.